مختلفة لدينا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا كده ندوس ونقول ألو. بص، أول حاجة معانا إن إحنا بنعرف البني آدم من 4 نواحي أساسية أو 4 جهات أساسية. من أول الجهات دي هي الجهة السلوكية، يعني البني آدم ده بيسلك السلوك اللي هو بيسلكه علشان يوصّله للهدف اللي هو عايزه. طيب الهدف اللي هو عايزه ده إزاي؟ إيه هو الهدف اللي هو عايزه من خلال السلوك اللي هو بيعمله؟ وده بينتج من خلال الفكر اللي أصلًا جاي له، اللي بيخلّيه يعمل هذا السلوك. طيب هو الفكر ده جاله منين؟ جاله من معتقد، هو معتقده deep down أو في إعماق معاميقه هو اللي خلّاه يفتكر الفكرة دي، يسلك هذا السلوك. طيب نتاجًا بقى ما بين الفكرة وما بين السلوك، نتَّج حاجة في النُص مهمة جدًا إن إحنا نعرفها، ألا وهي الشعور. والشعور مش شعرك يا حبيبي، وإنما شعورك اللي هو المشاعر التي تشعر بها في خلال خضمك إلى فعل أي سلوك من السلوكيات التي تمُر على هذه البسيطة. يبقى من خلال الموضوع ده نفهم إن الفكر هو أساس الشعور، والفكر والشعور هم أساس السلوك، وأساس الفكر والمشاعر والسلوك هي المعتقدات، والمعتقدات مبنية على التجارب البيئية المختلفة التي يمُر بها البني آدم من اختلاف جوانبه واختلاف حواسه الدراماتيكية التي حصلت وحدثت له في خلال فترة نموه، من أول عندما كان بيبيهيًا إلى أن صار تينيجريًا حتى أن صار مراهقيًا. وفي هذا نستنتج أن العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر على الجانب البشري الإنساني لدى البني آدم من وهو صغير مهمة جدًا إن إحنا نحاول نحافظ عليها قدر الإمكان، ونحاول نحافظ عليها. بس للأسف الطبيعي والقدر الذي أدى إلينا، والحمد لله على كل شيء، إن وإحنا صغيرين كنا متدشملين، مرينا بأمور ما كانتش أريح وأحسن حاجة بالنسبة لنا، فبالتالي أدِّت إلى الانشطار أو إلى التشوهات الذهنية والفسيولوجية والبيولوجية والنفسية والمشاعرية، والترومات والترميات اللي داست علينا الفترة دي كلّها. طيب بناءً عليه بنعمل إيه؟ بنحاول إن إحنا ندخل دلوقتي في مرحلة تعافي وتشافي مما حدث لنا من قبل. إزاي؟ إن إحنا نبدأ نبقى واعيين وعندنا self awareness أو وعي ذاتي عن حالاتنا اللي إحنا بنمُر بيها دلوقتي. فبالتالي لمّا يبقى عندنا وعي عن سلوكنا وعن أفكارنا وعن معتقداتنا والمشاعر بتاعتنا وبنحس بيهم ليه، فبالتالي نقدر نعالجهم بطرق علاجية محترفة مع ناس محترفة وفاهمة هي بتعمل إيه، فتقدر توجهنا علشان تبقى بالنسبة لنا زي الكشاف، اللي هي المنارة اللي بتبقى موجودة زي الإسكندرية كده. لمّا تبقى منارة وأنت تبقى مركب جاية من اليونان علينا، جاي كده متهرّب، فاهم، هجرة غير بتنجانية، وتحس إن الدنيا ضلمة عليك ومش شايف حاجة بالليل، بس الدنيا منوّرة بسبب المنارة، هي بتوجّهك وتوصل للنور. وهنا هو ده الاتجاه، أو دي الحاجة اللي البني آدمين اللي فاهمين في الموضوع دوّة بيساعدوا البني آدم اللي محتاج هذه المساعدة يوصل للنور، ويحس بقى بأحاسيس كويسة، يحس بإن هو بني آدم من جديد، عارف يعيش، عارف يحس، عارف يبُص حواليه الضباب بينقشع أو بيختفي من قدّام عينه، يحس بألوان الحياة وبروحها وبزهازهها كده جوّه جسمه وجوّه قلبه وجوّه صدره، ويحس ريحة الحياة والفل والياسمين والزهور والماء الوردي. وهي دي الفايدة الحقيقية لمتخصصين علم النفس والمرشدين النفسيين، وليست الحاجات يعني المهلبية رز بلبن بالقشطة اللي في البتنجان اللي إحنا بنشوفها على التلفزيون وفي الأفلام. تلاقي إن الناس طالعة كده على شезлونج، وهو أصلًا الناس دي عايزة لها أصلًا اللي يعالجها. فلأ، هو الموضوع ما بيمشيش كده، على قد ما هو بيمشي بطريقة احترافية ودية، فيها رحمة، فيها حب، فيها مودة، فيها استيعاب، ما فيهاش حكم خالص، فيها بيئة آمنة، وفيها إن إحنا نقعد نعلى إحنا الاتنين نتحسّن مع بعض ونحسّن حياة بعض للأحسن، علشان نبقى بشر بنحقق حياة مفيدة ومليئة بالروحانيات الطاقة الإيجابية الفعّالة، وليست الطاقة الإيجابية الغير فعّالة أو الطاقة الإيجابية وخلاص، وإنما طاقة إيجابية فعّالة. وده مصطلح أنا باحب أتكلّم عليه أو أعبّر عنّه بشكل كبير، وهي الإيجابية الفعّالة.
وأتمنى يعني إحنا ممكن نكون خلّصنا الlive كده على كده حتى الآن، يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن تكونوا استفدتوا كنبذة أولية عن الرحلة بتاعتنا اللي إحنا إن شاء الله المفروض نعملها على مدار حياتنا. وفي خلال الرحلات اللي جاية، لو عجبتك الرحلة دي ومتشوّق تشوف الرحلات اللي جاية، اكتب لي في الكومنتات like share subscribe، دلّعني، هاشتكني، باشتكني، عرّفني إيه اللي بيحصل، عرّفني إن أنت مهتم، عشان أنا كمان أهتم أكتر بإن الcontent والنوع ده من المحتوى ما دام هو عجبك وما دام أنت مهتم بيه. أستناك في رحلة جديدة قادمة، أستبشر بك خيرًا يا صديقي العزيز ويا رفيقي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.